مع حضرتك لنقطة أخرى مهمة وهي لحم الخنزير. طبعا معروف إن يمكن كتير مننا إحنا كمسلمين لو سافرنا للخارج وجم عرضوا علينا لحم الخنزير بنرفض، وساعات الأوروبيين بيستغربوا إيه سبب إن إحنا رفضنا تناول لحم الخنزير. طبعا يمكن الناس عارفة إن هو محرم، لكن ربما من الناحية العلمية ما بيبقوش عارفين بالظبط إيه علة تحريم أكل لحم الخنزير. شوف يا سيدي الفاضل، علة التحريم تقع في 5 أشياء. 5 أشياء. 5 أشياء. نجملها. أول كده حاجة فيها إن الخنزير يعتبر الجزء الخارجي منه ليس فيه أوعية دموية، يعني ليس فيه شرايين ولا أوردة. وبدل ما فيهوش شرايين وما فيهوش أوردة يبقى بتتركز فيه البولينة، والبولينة نجس. ده رقم 1. ولذلك حضرتك لما تضرب الخنزير ما ينزلش دم، لأنه ما فيش أوعية دموية في الخارج، في الجزء الخارجي. ولذلك دهنه اللي هو موجود على السطح لو حضرتك حطيته في النار تجد انك انت موجود في دورة مية قديمة مهملة من كمية النشادر اللي بتطلع، وليس هناك دماء. ما فيش دماء. يبقى اذا الجزء الخارجي ما فيهوش اوعية دموية، فهو بولينة، والبولينة نجس. نمرة 2 ان كمية الاستروجين وهو الهرمون الانثوي الموجود في لحم الخنزير 50 مرة تركيزه لحم النعم، ونقصد لحم النعم اللي هي الخرفان والبقر والجاموس والجمال، 50 مرة. وهذه المادة والاستروجين هو الهرمون الأنثوي لا يتكسر بالحرارة. بمعنى؟ يعني لما تيجي تحطه بقى وتطبخ اللحم ده وتحطه في الحرارة لا يتكسر بالحرارة، فيبقى الرجل بيأخذ هرمونات أنثوية. فعشان كده الرجل الأوروبي تلقاه ديوث لا يغار على أهل بيته. سبحان الله. إذا ده تفسير علمي، ده حقيقة علمية. يحتوي على 50% زيادة 50 مرة عن لحم النعم. استروجين الهرمون الأنثوي، والهرمون الأنثوي لا يهضم بالحرارة، ما يتكسرش بالحرارة. يكسر من أكل الخنزير باستمرار على طول يصبح ديوث خلاص. ولذلك يبقى راجل يعني هو مراته موجودة مع أي واحد تاني مفيش مشاكل. لا، ليس عنده نخوة. لا مفيش ديوث لا يغار على أهل بيته. النقطة الثالثة إن فيروس الإنفلونزا يتحضن في الخنزير كل سنة عشان ينتج سلالات جديدة. يبقى إذا الخنزير محض يعني هو البيئة التي يتحضن فيها فيروس الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات. ولذلك منعت السويد تربية الخنازير في أرضها تماما، لأن كل سنة ينتج لهم انفلونزا جديدة، فيروسات جديدة. نمرة 4 إن كمية اليوريك أسيد اللي بيعمل النقرس ويعمل مرض الملوك 30 في المرة 30 تركيز لحم النعم. ولذلك اللي بياكلوا أصعب ما ياكل جمبري. يعني احنا بنيجي الراجل اللي عنده نقرس نقول له ما تاكلش جمبري، لا ده لحم الخنزير لو كانوا كأنه 30 مرة. يعني من يعانون النقرس خطر عليهم. تماما. الأكثر من كده في بعض الناس كانوا بيتكلموا عن الدودة الشريطية والكلام ده. طب ما الدودة الشريطية الكلام مردود عليه، ما الدودة الشريطية بتصيب الأغنام وبتصيب البقر وبتصيب الجاموس. لا، ده اكتشف ان في نوع معين اسمه يارسينا، دودة معينة اسمها يارسينا لا تصيب إلا الخنازير. ودي عدد كبير جدا من الأوروبيين مصابين بها، وخطورتها انها بتمسك في العمود الفقري. تمسك في العمود الفقري وليس لها علاج. يبقى ربنا سبحانه على العمود الفقري، على العمود حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى على طول كده تاخد التحريم من رب العزة وتقول ايه وترفع يدك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بك الخير. شكرا دكتور عبد الباسط على هذا اللقاء، ونلقاك